قصتنا تبدأ في حي هادي من أحياء الجيزة، وفي شارع ضيق مليان لعيبة صغيرة. كان واقف ولد صغير مختلف عن كل اللي حواليه، بس الاختلاف ما كانش ان هو طول واحد ولا أقوى واحد، لكن كان صاحب رجلين أخف من الهوا. لمسته للكورة تخليك تحس ان الكورة بتحبه أكتر ما هو بيحبها. العيال في الشارع كانوا دايما بيقولوا الواد ده اتولد والكرة في رجليه، لدرجة ان ناس كتير وقتها لقبته مارادونا مصر الصغير. الاسم علي حفني عبد الله حسنين، اتولد في 31 ديسمبر في البدرشين الجيزة. من صغره معروف وسط اولاد منطقته انه المهاري، اي دوري في منطقتهم بيشارك فيه يبقى ليه 1000 حساب، لان الكرة ساعتها كانت بتمشي معاه كأن رجليه فيها مغناطيس. بدأ رحلته من ناشئين البدرشين، بس كان عنده مشكلة واحدة، جسمه ضعيف. المدربين شافوا موهبة غير طبيعية، لكن بدنيا مش هيقدر يكمل. للأسف قرر ان هو يمشي من الناشئين، ودي كانت صدمة لحفني ولأي حد في عمره ده، ولكن حفني رفض يستسلم. بعدها راح وادي دجلة وبرضه ما خدش فرصته كاملة، فكان قدامه طريقين ملهمش تالت، يا يسيب الكورة ويشوف مجال تاني، يا اما يقاوم ويثبت نفسه. حفني اختار الطريق التاني والاصعب، وهو الاستمرار. وفي 2009 بدأ تجربة جديدة من نصر المقاصة، ودي كانت النقلة الحقيقية. مهاراته بدأت تظهر، الناس اتكلمت عنه، وبعدها يبدأ رحلة اللمعان الحقيقي. في 2011 طلائع الجيش كان بيدور على لعيبة موهوب، والمدرب ما صدق شاف حفني، بعدها ضمه للنادي، وهنا بدأ يثبت نفسه على مستوى الدوري. بدأت الناس تفهم ان ده مش لاعب استعراض، ده صانع لعب من الفئة المميزة، رؤية ولمسة، مهارة، سرعة وتمريرة. اتقسم الملعب نصين، جاله عرض احتراف بعدها من اهل طرابلس، وكان وقتها مدربهم الكابتن طلعت يوسف. سافر اعارة 6 شهور، لكن بسبب الاوضاع السياسية اللي كانت في ليبيا ساعتها ما لعبش ولا دقيقة، ورجع مصر على الطلائع الجيش، واتألق مع الطلائع اكتر من الاول، لحد ما جاله العرض المنتظر اللي بيغير مسيرة الحاوي، عرض الزمالك. وفي صيف 2014 الزمالك يضم ايمن حفني، ومن اول دقيقة لعبها الجمهور فهم ان النادي جاب لاعب مختلف، لاعب من كوكب تاني. حفني كان خفيف وماهر، بيعدي ما بين 3 و4 بسهولة، صانع لعب مفيش زيه وقتها، بقى عنصر أساسي وساهم بقوة في الفوز الزمالك بالثنائية الدوري زائد الكاس موسم 2014. كان ليه أهداف عظيمة، كان أهمهم هدفه في الأهلي، والحارس ساعتها كان اسمه مسعود عوض، من زاوية ميتة محدش كان يتخيل انها تدخل. جمهور وقع في حبه، والبعض قال انه هيكون خليفة حازم امام. والهدف الثاني في مرمى المقاولون بلمسة واحدة من غير تفكير، يحطها ارتو ولا اروع، علشان يكون مع الزمالك حقق كاس مصر 2015، كاس مصر 2016، والسوبر المصري 2016، وقدر يوصل مع الزمالك لنهائي افريقيا 2016 ضد سان داونز، ولكن للاسف الزمالك خسر قدام سان داونز، والاصابات تبدا تطارد الحاوي. من بعد 2017 الاصابات بدات تلاحق. تغيير المدربين، كان كل مدرب ليه رؤيه، وفي منهم اللي مش بيعتمد على حفني، علشان كده عدد مشاركاته قلت واسمه بدأ يبعد، علشان بعدها يروح المقاولين العرب في 2019. لكنها كانت تجربة باهتة، حسوا انه قرب يعتزل، فكلم مسؤولي الزمالك وقال لهم انه عايز يرجع، بس علشان يعتزل في النادي اللي بيحبه، مش علشان كورة او فلوس. الجمهور ضغط والإدارة وافقت، ورجع حفني للزمالك في 2021. شارك قليل، لكن الزمالك حقق وقتها دوري 2021 والكاس في نفس الموسم، علشان يكون الحاوي شارك مع الزمالك في 135 مباراة، سجل 15 هدف وصنع 35 هدف، ولكن تأثيره كان أكبر من الأهداف دي بكتير، وساب بصمة مش علشان مهارته بس، لكن علشان تواضعه وأخلاق. عمره ما عمل مشكلة. طيب ماشي، لو عرفوه ما كانش لعبوا كورة أساسا. ايه؟ لو عرف ما كانش لعب. طب لو كنت ايه؟ حد هيبقى عارف ان في حد مات هيلعب. طب تقول ايه لاهاليهم يا امين؟ تقول ايه لاهاليهم؟ واخر مباراة ليه كانت مباراة التتوج بالدوري، وقدرة ربنا انه يسجل هدف يبقى مسك الختام، ولحظة احتفل بيها كل اللعيبة كانت لقطة عمرها ما هتتنسي. ودي كانت حكاية الحاوي ايمن حفني من شوارع البدرشين لقلوب الملايين. ولو وصلت معايا للنهاية ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك، واستنانا الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله.